بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقائي أعزائي جمهور نادي الزمالك، جمهور النادي الملكي العظيم، هل فعلا نادي الزمالك كان محتاج صفقات تانية السنة دي لتدعيم الفريق؟ عشان نعرف نجاوب على السؤال ده كويس لازم نراجع مع بعض القايمة كاملة عشان نعرف هل ممكن فعلا الزمالك كان يجيب صفقات تانية، ولو كان هيجيب كان ممكن يجيب مين ويستفيد بيه على حساب مين. ده زملكاوي في التالتة يمين وأنا محمد خميس، يلا بينا نشوف. اصدقائي الزملكاويه او حتى اللي مش زملكاويه اللي بيتفرجوا علينا، اهلا وسهلا بيكم كلكم. لو لسه ما اشتركتوش معانا في القناه انزلوا فعلوا زر الاشتراك، اعملوا سبسكرايب وفعلوا زر الجرس، ولو بتتفرجوا علينا على الفيسبوك اعملوا فولو او لايك للبيج بتاعتنا عشان نقدر نبقى نتواصل مع بعض دايما على طول. يعني كان ميدو مستضيف احمد سيد زيزو وكان بيتكلم معاه في موضوع الصفقات، وبمنتهى الامانه مع اعتراضي الشديد كزملكاوي على افعال ميدو الفتره اللي فاتت، الا ان فعلا كانوا بيتكلموا في موضوع مهم جدا اللي هو الصفقات، وهل الزمالك كان ممكن يستفيد بصفقات تانية لو جابها السنه دي ولا لا. الكلام كان مقنع الى حد ما ان نادي الزمالك مليان نجوم وقد يكون مش محتاج للعيبه تانيين، وبمنتهى الامانه في ظل الازمه الماليه وتاخير مستحقات اللاعبين بعد حل مجلس المستشار مرتضى منصور، ممكن فعلا وجود صفقه جديده والتعاقد مع لاعب جديد وانك تديه مقدم عقده في ظل اللعيبه اللي موجودين اللي هم اصلا نجوم نادي الزمالك مش واخدين فلوسهم، ده ممكن يبوظ ويفك الفرقه ويعمل مشاكل في اوضه اللبس. فانا شايف ان ده كان احسن حل دلوقتي بعد ما كنت ساخط جدا على مجلس الاداره لما ما جابش صفقات، الا ان فعلا الكلام الى حد كبير بدا يقنعني، خصوصا بعد ما راجعت كويس القايمه كامله، ولكن برضو لقيت ان كان في اماكن، هي اماكن بسيطه مش كتيره لازم تدعم، فخلونا نراجع مع بعض. عندك في مركز حراسه المرمى انت مكتفي تماما. عندك ابو جبل اللي هو الحارس الاساسي وجنش ومحمد عواد. هنا نقول بمنتهى الامانه ابو جبل مع انه الحارس الاساسي، الا ان انت عندك حارسين كبار هتفضل تفاضل بينهم طول الموسم مين يبقى التاني ومين يبقى التالت. محدش عارف ان جنش لازم يبقى التاني او عواد التالت ولا جنش التالت، دي قصه يعني. بمنتهى الامانه عواد في اي وقت ممكن يشارك ويبقى كويس، وجنش في اي وقت ممكن يشارك يبقى كويس، بس ابو جبل هو المتصدر المشهد. عندك الدفاع محمود علاء، محمد عبد الغني، محمود حمدي الونش، محمد عبد السلام، دول المساكين، الاربع مساكين. هنا بقى بيت القصيد، هنا بالظبط اللي انا شايف ان هو كان لازم يجيب مساك معاهم. طيب هتقول لي مساك على حساب حد من الموجودين ولا على حساب حد تاني في قائمه الفريق يمشي من اي مكان تاني في الفرقه؟ يعني انا وجهه نظري ان احنا عندنا ناس بتلعب جناح يمين كتير قوي 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 قوي، هو كان ممكن يمشي منهم ثلاثه كمان، ثلاثه كاملين، هنشوف دوت لما نوصل. يعني وجهه نظري ان كان ممكن يمشي عبد السلام، مش فارق كتير. وجهه نظري ان هنا كان لازم يبقى عبد الله بكري موجود، وهقول لكم ليه. دلوقتي انت بتلعب باثنين من الثلاثه، بتلعب دايما بالونش ومحمود علاء، يا اما بنشوف لو لا قدر الله غايب محمود علاء او غايب الونش بيلعب بمحمد عبد الغني مكان حد منهم الاثنين. لكن دلوقتي يجي لك مثلا ماتش واحد والعياذ بالله مصاب او حاجه والتاني موقوف، هتعمل ايه؟ هتضطر تلعب محمد عبد السلام، وهنا المشكله ان محمد عبد السلام بمنتهى الامانه مش على قدر مستوى وطموحات جماهير الزمالك، فكان لازم هنا يعني يفاوض مساك يكون كويس، مساك يكون تقيل عنده خبرات، وانا شايف ان هو كان بيفاوض عبد الله بكري، وعبد الله بكري ما كانش عنده اي مشاكل في انه يجي نادي الزمالك، فكان هيبقى حل كويس. عندك في الناحيه اليمين حازم امام وحمزه المسلوسي واحمد عيد. احمد عيد هنا تحت السن، ودي حاجه كويسه جدا انه موجود يعني في قائمه الفريق الكبير من غير ما يكون مسجل وواخد مكان في القائمه اللي مسجله في اتحاد الكوره، فده شيء جميل جدا. بمنتهى الامانه احمد عيد قدم مستويات رائعه، وان كنت انا شايف ان حمزه المسلوسي هو اللي هيكون اساسي في هذا المركز. حمزه المسلوسي عنده مميزات دفاعيه كويسه جدا، ولما بيطلع لقدام الكروسات بتاعته خرافيه، شفناها كلنا في الفيديوهات المنتشره على اليوتيوب ومنتشره على قنوات التلفزيون كلها لما بيجوا يحللوا اداء نادي الزمالك. عندك في الشمال محمد عبد الشافي وعبد الله جمعه واحمد فتوح، ثلاثه. وعندك كمان واحد تحت السن حاتم سكر، ان كنت انا مش مقتنع بمستوى حاتم سكر ومش مقتنع ان هو المفروض يتصعد، حتى لو مش موجود حاتم سكر فانت عندك ثلاثه: عبد الشافي، عبد الله جمعه، احمد فتوح. عبد الشافي
وعبد الله جمعه واحمد فتوح الثلاثه كويسين جدا. هتقول لي بتفضل مين؟ هقول لك بفضل التبادل في هذا المركز بين عبد الشافي وعبد الله جمعه. ليه؟ عبد الشافي عندك لما بيكون فيت هو احسن واحد يلعب على حساب اي حد ويقعد له عبد الله جمعه واحمد فتوح كمان بره. انما عبد الشافي ما ينفعش تلعبه طول الوقت خصوصا في ظل ضغط المباريات، لان عبد الشافي سنه كبر، من وقت للتاني كده ممكن ايه تلعبوا ماتشين وتريحوا ماتش، الماتش اللي يريحوا يلعبوا عبد الله جمعه. عبد الله جمعه مش احمد فتوح. احمد فتوح وجهه نظر ان هو ممكن يبقى تالتهم، او ممكن يلعب في حال ان لا قدر الله عبد الشافي مش موجود لاي سبب واتزنق قدام في مركز الجناح الشمال، اشرف بن شرقي مش موجود، احسن واحد ممكن يحل محله في مركز الجناح الشمال هو عبد الله جمعه. عبد الله جمعه خلاص عدلته بقت على الشمال، مش الناس الكتير اللي بتلعب في اليمين دي يا جماعه، اي واحد منهم بيجي في الشمال بيطلع عينينا. تمام. جينا كده خلاص الباك الشمال خلصناه كده، خلصنا خط الدفاع كله. عندك خط الوسط. خط الوسط عندك جزء دفاعي، جانب دفاعي وجزء هجومي. هنا خط الوسط فيه ناس اصلها اجنحه بس احنا ما شفناهمش في نادي الزمالك بيلعبوا كاجنحه كتير، شفناهم دايما بيلعبوا في خط الوسط، فاحنا مش هنتكلم على مراكزهم الاساسيه اللي كانوا بيلعبوا فيها في انديتهم قبل ما يجوا نادي الزمالك، لا احنا هنلعب فيهم، احنا شفناهم، هنتكلم احنا شفناهم في نادي الزمالك ازاي. خط الوسط الدفاعي اللي هو المركز رقم 6. انت عندك خط وسط دفاعي اللي هم الديفندرات، وعندك خط الوسط الهجومي. عندك الديفندرات اللي هم رقم 6 ورقم 8. رقم 6 عندك طارق حامد، ده طبعا رقم واحد. عندك محمود عبد العزيز ومحمد اشرف رؤى بيلعبوا نفس المكان. محمود عبد العزيز طبعا لو في فورمته هو احسن بديل لطارق حامد، لو طارق حامد مش موجود بالنسبه لي احسن من اشرف رؤى كمان. المركز رقم 8 اللي هو بيبقى ديفندر برضه بس قدامه بخطوتين، اللي هو بيلعب صانع العاب فروم ا ديبر بوينت، اللي هو بيساعد في الدفاع بس بيصنع اللعب بوشه من ورا صانع الالعاب. ده بيبقى اللي هو اللاعب رقم 8. احسن رقم 1 طبعا فيه فرجاني ساسي، وشفنا امام عاشور بيلعب في الحته دي كويس جدا، واسلام جابر بيلعب في الحته دي، بس وجهه نظري ان اسلام جابر ما تلعبش بيه لما تكون بقى مزنوق قوي، اللي هو لا في فرجاني ولا في ولا في امام عاشور. تمام. ويا ريت برضو كانوا شافوا اعاره لاسلام جابر وهنا انا شايف بمنتهى الامانه ان كان لازم يتفاوضوا مع نبيل عماد دونجا، وما كانش ليه لازمه ان محمد اشرف رؤى يرجع. دي تاني صفقه انا شايف ان كان لازم تيجي نبيل عماد دونجا، وما كانش لازم اشرف رؤى يرجع خالص. هتيجي تكلمني على محمد عبد العاطي بتاع وادي دجله، هقول لك لو كان جه كان هيبقى احسن بديل لفرجاني ساسي في حال عدم وجود فرجاني ساسي، ولكن امام عاشور برضو بيقوم بالمهمه كويس، مفيش ادنى مشكله بالنسبه له. خط الوسط الهجومي اللي هي الناس اللي بتلعب تحت راس الحربه. عندك بقى في اليمين مصطفى فتحي، شيكابالا، احمد سيد زيزو، محمد وناجم. مصطفى فتحي، شيكابالا، احمد سيد زيزو، محمد وناجم. هتقول لي مين افضلهم احسن واحد يلعب في الجناح اليمين؟ هقول لك احمد سيد زيزو، لان شيكابالا بيلعب جناح يمين وعدلته على اليمين، لكن انا بفضل ان شيكابالا يكون بديل لاوباما في مركز رقم 10. ودينا شفناه لما نزل في النادي في ماتش الاهلي عمل ايه، لان وجود زيزو مع شيكابالا مع اشرف بن شرقي بيسمح بانك يبقى عندك لا مركزيه، ان شيكابالا ينزل يبدل مكانه ويدخل زيزو في العمق شويه، وينزل يبدل مكان اشرف بن شرقي ويدخل بن شرقي في العمق شويه، ويلعب هو في العمق شويه، فبيبقى في لا مركزيه بتربك الفرقه اللي قدامك، وكمان عندهم تناغم شديد لما شفناهم بيلعبوا مع بعض بمنتهى الامانه. فوجهه نظري ان احسن واحد يلعب قدام في اليمين احمد سيد زيزو، ويكون بديله محمد وناجم، ده في حال عدم رجوع مصطفى فتحي لمستواه اللي بنتمنى انه يرجع لمستواه، لانه لما بيرجع لمستواه هو احسن واحد بيلعب في المكان دوت في تشكيله الزمالك كلها بمنتهى الامانه. شمال هي دي بقى المشكله عندنا. عندك اشرف بن شرقي فقط هو الوحيد في الناس دي كلها اللي عدلته على الشمال بمنتهى الامانه. انا مش عايز اكون يعني منتهى الامانه الوحيد اللي عدلته على الشمال اشرف بن شرقي. وهنا انا بشوف ان كان لازم الزمالك يرجع رزاق سيسي، كان لازم، او لو مش رزاق سيسي يبقى احمد رفعت. الاثنين كويسين جدا والاثنين بتوعك، وما كنتش هتدفع فيهم ولا مليم، انت كنت هترجعهم الاعاره بس هتقطع اعارته وشكرا. او ما كنتش تتصرف في احمد رفعت للمصري. فيعني وجهه نظري ان
اشرف بن شرقي ما ينفعش يبقى لوحده، لان الوحيد اللي بيقدر يلعب في المكان دوت حسام اشرف. حسام اشرف برضو تحس انه برضو بيميل شويه للعيب رقم 10، وده تحت السن. حسام اشرف برضو ده تحت السن، دي حاجه كويسه جدا برضو. بس حسام اشرف انا مش شايفه لعيب وينجر، مش شايفه لعيب خطوط، انا شايفه لعيب بيلعب رقم 10 تحت راس الحربة احسن. وده برضو في حال انك تحتاجه، بتبقى في احتياج شديد ليه، في حال ان يبقى عندك مشاكل في اللعيبه اللي بتلعب في الوقت دوت غيابات كتير. لكن اشرف بن شرقي مفيش لعيب بيلعب رقم 10 زي اشرف بن شرقي. او يعني وجهه نظري ان الحل الوحيد هنا ان لو اشرف بن شرقي غايب يستعين بعبد الله جمعه في مركز الجناح الشمال، لان عبد الله جمعه خلاص هو الراجل اتعود ان يبقى عدلته على الشمال وبيلعب باك شمال بقاله فتره طويله. ولما كان بينزل عبد الشافي وراه ويرمي عبد الله جمعه قدام كنا بنشوف دايما بيخلص الماتشات ساعات في الاخر، زي الماتش اللي عمل الكوره مش فاكر كان بيترو اتلتيكو ولا مين، عمل كوره، عمل كروس لاوباما في اخر ثانيه وجبنا منها جول. فده ممكن يبقى حل. رقم 10 عندك يوسف اوباما وكريم بامبو. كريم بامبو بالنسبه لي انا بره المشهد خالص. كريم بامبو من ساعه ما جه الزمالك ما استفادش منه ب 3 جنيه، ب 3 جنيه. فوجهه نظري ان يوسف اوباما او شيكابالا. طب هتسالني عن رايي انا، هقول لك رقم 10 بالنسبه لي احسن واحد في الزمالك بيلعب في المكان دوت شيكابالا، الا في حالات معينه. لو انت بتلعب فرقه هجوميه جدا وانت عايز تصد هجماتها، خصوصا لما تبقى فرقه مثلا بتلعب بنظام هجوم، حافظين الهجمه، حافظين يطلعوا ازاي، زي مثلا الاهلي او زي مثلا الرجاء، هم حافظين بيطلعوا ازاي، ليهم سيستم في الطلع بالهجمه، يعني ما بيطلعوش بالهجمه باشكال مختلفه. فلو بتلعب فريق زي كده بيبقى احسن حل انك تبتدي باوباما رقم 10، لان اوباما بيضغط على المساك اللي هو لعيب الكوره اللي بيبتدي الهجمه دايما، وبيعرف يضغط في الحته دي كويس جدا، فبيبقى احسن من شيكابالا في الحاله ديت، بيضمن لك الصلابه الدفاعيه. اما في حال ان انت عايز تنزل وتهجم وتجيب جوان وبتاع، شيكابالا طبعا طبعا. فانا مش مع الناس اللي بتقول ان الزمالك كان محتاج رقم 10 خالص خالص بمنتهى الامانه. وانا شايف ان رقم 10 شيكابالا دايما مش بديل مش كويس. شيكابالا شايفه يبدا الماتشات، ولو احتجت شيكابالا انه يغير عندك بقى انك تنزل اوباما في الشوط الثاني او حاجه زي كده. الهجوم عندك مصطفى محمد، حميد احداد، عمر السعيد. وانت دلوقتي بالنسبه لنا بمنتهى الامانه انا عمر السعيد برضو واحد من الناس اللي نفسي يمشي. يعني انت بقى لو مصطفى محمد وحميد احداد بقى حصل لهم مشاكل او مش موجودين او غيابات او اصابات او بتاع، في هذه الحاله ممكن تغمض عينك وتنزل عمر السعيد وعوضك على الله. لكن مصطفى محمد طبعا رقم 1 بالنسبه لنا، حميد احداد الخيار الثاني بالنسبه لنا في حال غياب مصطفى محمد. طيب لا قدر الله عندك غيابات كتير، بالنسبه لي تنزل اسامه فيصل احسن. اسامه فيصل برضو تحت السن ولسه مش مسجل ومش واخد مكان في القائمه، فده شيء جميل. تنزل اسامه فيصل احسن 60 مره من عمر السعيد. ويعني عمر السعيد السنه دي هيحس بالبرد على الدكه بمنتهى الامانه، او ممكن كمان ما يبقاش على الدكه، ممكن يبقى بره يعني تشكيل مباريات كمان. فمصطفى محمد او حميد احداد. وفي حاله المباريات اللي انت بتبقاش عايز لعيب رقم 10، انت عايز مهاجم تاني يبقى شادو سترايكر بيلعب رقم 9.5، اللي هو مهاجم تاني تحت راس الحربة الاساسي بخطوتين، يبقى حميد احداد في هذه الحاله احسن حل عندك، احسن حل، هداف وسريع. وادينا شفنا كان عامل ايه مع الرجاء السنه دي. بس فاحنا هنا قلنا بمنتهى الامانه انا شايف ان احنا كنا محتاجين مساك وكان عبد الله بكري ممكن يحل المشكله. شايف اننا محتاجين رقم 6 في حال ان محمود عبد العزيز يكون لسه بعيد جدا. اما محمود عبد العزيز لو رجع لمستواه احنا مش محتاجين رقم 6. عندك كنا محتاجين جناح شمال مع اشرف بن شرقي. والله يا جماعه عشان الناس اللي بتقول شيكابالا يلعب شمال، عدلته مش شمال، ما بيبقاش خطير في الشمال، لان شيكابالا دايما بيلعب على اليمين، هو بيلعب على انه يقطم لجوه يخش ويجرب بالشمال، فهي ديت المشكله. كنا محتاجين ان نرجع سيسي او احمد رفعت. شايف ان رقم 8 محمد عبد العاطي بتاع وادي دجله كان هيبقى، يعني انا كنت شايف انهم يمشوا اسلام جابر ويجيبوه، كان هيبقى احسن بديل لفرجاني ساسي. ورقم 10 انا شايف اننا مش محتاجينه في وجود اوباما وشيكابالا. بس فوجهة نظري في تشكيل الزمالك الاساسي لموسم 2020-2021 ابو جبل هو حارس المرمى الاساسي والرئيسي والاوحد صراحه. مستواه بقى بعيد عن مستوى جنش وعواد بكتير. تمام. وجهة نظري ان الونش
وعبد الغني هم المساكين الرئيسيين. محمود علاء بقى مشغول شويه بالتهديف. يعني وجهة نظري ان محمد عبد الغني لو مش موجود ساعتها يبقى يلعب محمود علاء، لكن لو محمد عبد الغني موجود يا ريت هو اللي يلعب، خصوصا ان محمد عبد الغني لعيب كوره، كورته حلوه، بيبتدي هجمه، باسير كويس، بيقدر يطلع الكوره بشكل محترم، فيبقى الونش راجل بيقطع وعنده روح كبيره، وعبد الغني راجل جنبه لعيب كوره كويس. محمود علاء يلعب في حال ان لو عبد الغني مش موجود. في مركز الباك اليمين حمزه المسلوسي يبقى برضو الاساسي على اي حد، لان احنا شفناه كلنا وتابعناه في تونس، راجل كان مقدم مستويات هايله. في الباك الشمال عبد الشافي لو جاهز يلعب على اي حد، بس وجهه نظري ان عبد الشافي لازم يبادل بينه وبين عبد الله جمعه. عبد الشافي سنه دلوقتي 35 36 سنه، فانه يلعب كل الماتشات ده شيء صعب جدا. وجهه نظري مثلا انه ممكن يلعب ماتشين ورا بعض، والماتش اللي وراه مثلا يريح ونديه لعبد الله جمعه. او في حال ان عبد الله جمعه اضطر يطلع بيه قدام جناح يمين، ممكن في هذه الحاله يبقى يلعب احمد فتوح، لكن عبد الشافي هو الاساسي والرئيسي في مركز الباك الشمال، خصوصا في المباريات المهمه. رقم 6 طارق حامد هو الرئيسي والاساسي. رقم 8 فرجاني ساسي. رقم 10 برضو وجهه نظر ان الاساسي يبقى شيكابالا مش اوباما، الاساسي يكون شيكابالا مش اوباما. تنزل اوباما في حال الاحتياج ليه، لو شيكابالا تعب بعد ساعه او من بدايه المباراه او حاجه، ممكن اخر نص ساعه تنزل اوباما، او لو ماتش انت عايز تضمن الصلابه الدفاعيه يبقى نزل اوباما، انما غير كده شيكابالا. تمام. الجناح اليمين احمد السيد زيزو. الجناح الشمال اشرف بن شرقي. قدام في مركز راس الحربه مصطفى محمد او حميد احداد، لان احنا شفنا مصطفى محمد ساعات كتير بيوجد، ساعات كتير مصطفى محمد بيكون خارج مستواه ماتش واثنين وثلاثه، بمحتاج يقعد بره شويه عشان يحس بشاب صغير. الشاب الصغير لما يلعب في فرقه كبيره لازم تحسسه بنعمه وجوده في المكان اللي هو فيه، وان 600 لاعب يتمنى المكان دوت، خصوصا لو شاب صغير وبيلعب في نادي كبير، عشان ما ياخدوش الغرور شويه. فبالنسبه لي مصطفى محمد لما بيجي له اوقات زي الماتشين اللي فاتوا كده بتاع الاهلي وبتاع طلائع الجيش، يبقى لازم تبتدي بحميد احداد، او لو نزلته ولقيته مش موفق يبقى لازم تسحبه وتنزل حميد احداد. فوجهه نظري ان حميد احداد لازم ياخد فرصه مع مصطفى محمد، خصوصا بعد المستويات اللي قدمها السنه اللي فاتت مع الرجاء المغربي. يعني ده كان وجهة نظري السريعة كده في التشكيل، واتمنى ما كنتش طولت عليكم. الناس عايزهم يكتبوا لي رأيهم في التشكيل، او يكتبوا لي التشكيل وجهة نظرهم في كومنتات، سواء على اليوتيوب او الناس اللي بتتفرج على الفيسبوك يكتبوا لنا على الفيسبوك. يا جماعة عايزين الناس اللي بتتفرج يا ريت لو لسه ما اشتركتش في القناه اشترك واعمل لنا سبسكرايب عشان نقدر نبقى مع بعض دايما، ويا ريت تدعمنا بلايك وشير يا جماعه. الشير هو اللي بيوصل صوتنا كزملكاويه على قد ما بنقدر. والناس اللي بتتفرج على الفيسبوك يا ريت برضو ادعمونا بلايك وشير. شكرا جزيلا. ده زملكاوي في الثالثه يمين، وانا محمد خميس، مع السلامه.